أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كان خطيب في إسفهان اسمه السيد أحمدية إسفهاني، موجود في قم، يقرأ باللغة الفارسية. هذا السيد يقرأ في محرم في إسفهان، وآخر مجلسه في حسينية ضخمة وحضور مثل ما تقول وزحمة، أطفال نساء رجال، في أيام محرم بعد تدري الحسينيات كلها زحمة. الحسينية لما أهل الحسينية لما شافوا هؤلاء الناس يجيبون أطفالهم صغار، ولما السيد يخطب أو يلقي المحاضرة يشوشون يزعجون السيد، اجى السيد ليلة من الليالي شاف الأطفال ابن 7 سنين و8 سنين و10 سنين كلهم أهل الحسينية مطلعينهم برا، طلعينهم برا من الحسينية، لا تدشون انتوا تشوشون، انتوا تزاحمون، فلا تدشون. اتأذى السيد بس سكت. هاي الأطفال لما طردوهم من الحسينية ايش سوى في عالم طفوليتهم وعالم تخيلهم؟ طلعوا سووا لهم بنفسهم مأتم، هذا جاب عباية أمه، وذاك راح جاب كرسي صغير، وهذا جاب 3 سكاين، وهذا جاب مطارة شاي، وهذا جاب فرش شيء أقماش أسود. سووا لهم في زاوية من الزوايا المنتهية إلى من الشارع المنتهية إلى الحسينية شبه المأتم بعالم طفوليتهم. السيد جاي يريد يقرأ، وإذا 3 من هاي الأطفال إجوا قدامه. سيدنا أنت بس تقرأ للكبار لو تقرأ السيد يقول طالعتهم، قلت إيه إجا وقت الاختبار، لا أقرأ للصغار همه. قالوا سيدنا اقرأنا. يقول قلت لهم معليش بس اسمحوا لي أروح أقرأ للكبار لأن شيبة وخاف ينامون وأرجع. يقول أنا قلت خوش عذر هذا، لما أروح وأقرأ وبعد القراءة أنزل وأشرب شاي وأسولف ويا الناس، هذول أطفال و7 سنين و8 سنين يتعب ياخذ النعاس والنوم، وين يروح؟ بيته. أنا هم بعد قدام الناس قاعد يم 4 صبيان أقرأ عزاء، ما حلوة، ساتر على نفسي بظنه. يقول رحت قريت وبالفعل طولت، ولما نزلت قعدت يم الناس وكذا تعمدا تأخرت بالخروج والطلعة من الحسينية. طلعت وانا قريب عنهم شفت 3 4 من عندهم نايمين و2 من عندهم قاعدين ينتظرون السيد. سيدنا جيت؟ يقول قلت لهم ايه انتوا بعدكم؟ قالوا ايه احنا ناطرينك. يلا سيدنا بس قبل لا تقرا مجلس نريد نصب لك شاي، مسوين شاي احنا. السيد يقول شفتهم قعدوا، هاي 3 4 نايمين، هاي 3 4 نايمين قعدوا، وصارت عندهم فت حركه، واحد رايب استكانه وواحد جايب المطاره وهذا يصب. يقول قلت اطفال وايديهم وهالسوالف وطهاره ونظافه وهاي صبوا لي شاي. يقول بس من حيث لا يعلمون ويشعرون كتيت الشاي ما شربته، هم تصوروا وانا شنو شربت الشاي. سيدنا تقرأ؟ يقول قلت لهم ايه بعد ماكو شهر اقرأ. يقول قعدت على منبر صغير و4 صبيان امامي، صحت السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. يقول السيد: قرأت هذه الزيارة على هذا المنبر الصغير، ورجعت إلى بيتي، نمت وفي المنام أرى أمي فاطمة جاءت إلي قالت: سيد أحمدي، مجلسك الليلة مجلس موفق. قلت لها: أما أي مجلس قبلتموه؟ قالت: المجلس الذي حضرت وقرأته للأطفال. بس يا سيد أحمدي أريد عاتبك فرد معاتبة، أريد عاتبك. شنو مولاتي؟ على شنو؟ قالت: يا سيد ليش ما شربت الشاي؟ يا سيد بيدي أنا هيأت لهم الشاي، يا سيد بيدي حضرت لهم الاستكاين، يا سيد بيدي أنا حضرت المطارة، يا سيد ليش ما شربت الشاي من مأدم ولدي الحسين؟ أنا الوالدة يا والمذبوح بنا، مذبوح بنا يا وطول الدار ما قل حزنه. أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان، وادور غزبني وين ما كان، والله وادور غزبني وين ما كان.